ليش برشلونة رجع مستواه في آخر فترة؟ ما دامك انت بتتدخل بشؤون برشلونة، فيك تقول لي ليش معلم ريال مدريد كان متراجع في بداية الموسم؟ هو المدرب فليك. يا جماعة الخير ارسلوني، أنا مشجع ألمانيا. أسوأ فترة في منتخب ألمانيا كانت مع فليك. أنت متخيل؟ والله يا هانز فليك ماليش دخل انا يا معلم، انا مصدوم زيك يا معلم. هاي اول مره بسمعها يا معلم انه المنتخب الالماني خسر يا معلم بسببك. نسوا يا معلم انه الفريق الالماني يا معلم كله طنطات يا معلم، والفريق الالماني يا معلم اخر فتره فيش يا معلم لاعب. واذا عبد الله بحضر قناه سبستون انا مش مشكلتي يا معلم، اذا بيعرفش يا معلم السي في تبعك وعبره بتطلع السي في تبعك وعلى الالقاب الموجوده عندك، هاي مشكلته يا معلم. لانه يا معلم صاروا يدوروا على المشاهدات كثير. الناس هاي اخر فتره معلم المشاهدات بتهمهم كثير. وبعدين يا اخوي عبد الله بقول لك المترو من هون، المترو من هون، يعني يروح على المترو بتشوف يا معلم القاب يا معلم في موسم واحد يا معلم، ومع بايرن ميونخ طبعا. اكيد هاي الالقاب انت يا معلم ما بتحتفش فيها ابدا ابدا، هاي الالقاب بالنسبه لك عاديه يا معلم. فليك ولا يهمك، لانه يا معلم هاي الناس كانت يا معلم مضبوبه من الجوله رقم 1 للجوله 19، ويا حرام لسه ما تصدروش ولا شافوا المركز الاول، لساتهم في المركز الثاني. وفرحتهم يا معلم هي بطوله لما يتصدروا فوق نادي برشلونه، مثل ما بيقولوا انه احنا يا معلم لما فزنا عليهم بالاربعه بالنسبه لنا بطوله، وهم بالنسبه لهم بطوله لما يتجاوزوا برشلونه بعد 19 جوله ولساتهم ما اخذوا صداره الدوري الاسباني.